سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد المسيمنات معمرين، تيجيو لذاذ، يجوا مقرمشين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. عندي هنا واحد المقله درت فيها شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال الزيت نباتيه، درت انا عندي واحد البصله مشلضه وواحد الطريس ديال الثومه. صافي نخلي هاد البصله هنايا تشحر شويه، مره كنحركوها باش تقلى مزيان. هاد البصله كتعطينا واحد اللذه زوينه، طلقت ديك النكهه ديالها. غنضيف لها واحد الرشه ديال الملح، صافي نخليها حتى وكان تشحر شويه. بعد ما تشحرات البصله غادي نضيف عليها هنايا فلافل، فلفله حمراء وفلفله خضراء كانوا عندي في المجمد. صافي غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الكفته، داكشي اللي عندك، كفته ولا طون ولا لدان، صدر ديال الدجاج اللي كاين اللي عندنا في البيت نضيفوه. صافي انا غادي ندير هنايا التوابل. عندي واحد المعلقه صغيره ديال بودره ديال الثوم، الا كانت متوفره، الا ما كانتش ندير غير داك الفص ديال الثوم. نزيدو شويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال فلفله حمراء ونص معلقه ديال الابزار. نديرو غير شويه ديال الابزار ما نكتروش، باش هنا عندنا فلفله حاره. درت واحد المعلقه صغيره اللي كياخذ الحار، اللي ما تيعجبوش الحار ما يديروش، اللي عنده وليدات صغار ما يديرش الحار. صافي وكنبقى نحرك فيها هكا حتى وكان تشحر مزيان هاد الكفته مع الفلفله والبصله. ونجهدوا عليها شويه البوطه باش ما تطلقش لينا الماء. صافي هنايا بعد ما تشحرات نضيف عليها شويه ديال الزيتون اللي بشرتو او تقطعوه رقيق. من بعد زدت عليها هنايا واحد الباكيه ديال الشعريه ديال الروز، بعد ما درتها في الماء حتى رطابت وقطعتها. صافي كنزيدها حتى هي ونبقى نقلب فيها هكا شويه باش تشرب لينا ديك العطريه والنكهه ديال الفلفله مع البصله، كتجي لذيذه الا درنا لها هكا. انا نجيبو هنا باش نديرو العجينه. عندي هنا جوج جبابن ديال الدقيق الابيض بعد ما غربلته، وعندي جبانيه ديال الفينو. زيدو عليها رشه ديال الملح. صافي ونبداو نعجنو فيها بالماء، الماء عادي من الروبيني
محتاجوش كاع نسخنوه. صافي كنبقى نضيف الماء شويه بشويه حتى نعجن هاد المسمن. عجينه ديال المسمن عاديه. كيف ما كتشوفوا معايا انا ما كندلكها ما والو، غير كنديها ونجيبها. صافي بعد ما جمعتها مزيان منخلوش فيها دوك الكوارات ديال الطحين. غندهنها بشويه ديال الزيت. صافي نجيب واحد البلاستيكه. صافي وغادي نجمعها مزيان في هاد البلاستيكه هادي ونخليها ترتاح. بعد ما خليتها ارتاحت خليها ترتاح الوقت اللي عندكم، الوقت الكافي. اللي دارها في الصباح يخليها راه مزيان، واللي ما عندوش الوقت يدلكها شويه وصافي ويخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. صافي يبدا يشكل فيها. انا هنا خليتها واحد ربع ساعه. صافي بديت كنشكل فيها هكا كويرات صغار، هكا كنبسطهم شويه وندير لهم واحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق باش ما ارتاحوا كيكونوا مزيانين، كيعطوك الطعم دغيا. كتمشي العجينه فوق سطح العمل دغيا دغيا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا ساهله. كناخذ شويه ديال الحشوه، طبعا تكون بارده، ونبداو نشكلو هكا. راه ساهلين دغيا كيتشكلوا معنا. شوفوا هكا شي قطعه نقطعوهم هكا باش تجينا هكا زوينه في هذا الديكور هذا. باش مرقخناها كتكون افضل، تجينا مقرمشه. سهله دغيا دغيا توجد. صافي انا غادي نستمر هكا حتى نكملهم ونرجع معكم. بعد ما كملتهم انا هنا شعلت الفرن، شعلتهم من الفوق ومن التحت باش يسخن. درت هنا واحد الصفر ديال البيضه، زدت مع قطرات ديال الحليب. صافي وبديت ندهن الوجه ديالهم. ممكن دهنيهم غير بالماء، راه حتى بالماء كيجيو محمرين. اللي ما عندوش هكا البيض ما متوفرش ليه البيض يدير الماء، غير الماء كندهنوا به راه تيجيو بحال اللي درتي ليهم البيض، حتى هما كيجيو محمر يجي زوين. صافي غادي ندهنهم هكا ونرش عليهم شويه ديال الجنجال الاسود. او اللي متوفر عندك في البيت، الجنجال العادي او البافو، ولا تخليهم غير هكا كاع الا ما عندكش ماشي مشكل.
حنا نديرو اللي متوفر عندنا. انتو بعد ما طابو انتم كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، تيجيو محمرين ويجيو لذاذ. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. اذا عجبوكم ما تنسونيش بلي لايك والدعم ديالكم، وشكرا لكم. شكرا للبنات الجداد والقدام. ما تنسونيش البنات، ديروا لايك البنات ما تنسوش. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.